السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وتحياتي لجميع الاصدقاء. كيف العاده جاوني ميساجات ديال خويا عزيز، بغينا نمشيو للاردن، كيفاش نحصلوا على الفيزا ديال الاردن. كيف كنعرفوا الاخوان، الفيزا ديال الاردن اللي فرضها على الشعب المغربي اسمها فيزا عند الوصول. كيفاش فيزا عند الوصول؟ فيزا تاع الاردن بالنسبه لنا حنا المغاربه فيها جوج ديال الاصناف، فيها وحده عند الوصول وفيها الاخرى اللي كتشدها هنايا في السفاره، ونفسها اجيو نشوفوا حنا السهله. حنا غادي نشوفوا السهله هي اللي كتشد هنا في المغرب. وبالنسبه للوثائق الاخوان اللي غادي نقول لكم دابا، هما اللي كتجي معاك السفاره هنايا في الرباط. الا شديتي الموعد راه ساهل، ما تسمعوش فيزا وتخلعوا، هذه راه فيزا عاديه كتمشي كيطبعوا لك 100%. ونفس الوثائق اللي كتدي معاك المطار الا بغيتي دير فيزا عند الوصول بلا ما تمشي للسفاره. الثمن ديالها في المطار لهيه 30 دينار، اللي هي تقريبا واحد 300 درهم او 320 درهم مغربيه. والثمن ديالها هنا في السفاره في الرباط 500 درهم مغربيه. علاش قلت لكم سهله وبزاف؟ عندي بعض الاصدقاء اللي مشاو واتصلت بهم باش نوصل لكم معلومات اللي هما تكون موثوقه. واللي زاد اكد لي هو اننا غادي نسمعوا السفير شنو قال. نسمعوا السفير فقط، لكن من سنوات طويله لم يرفض اي طلب لاي فتاه في هذه المرحله العمريه. يعني يتم في السفاره منح لمن يرغب بالحصول على ختم التاشيره على جوازه، مع انه هو غير مطلوب في الحدود الاردنيه. يستطيع يعني حتى لهنا الامور واضحه. شنو هما الشروط ديال السفاره؟ انا غادي نحط لكم الرابط ديال الموعد اللي بتاخذوا منه الموعد، وغادي نحط لكم رابط اخر ديال كتعمروا واحد الاستماره. وهذيك الاستماره ضروري منها، سواء بغيتي تشد الفيزا هنا في الرباط سواء بغيتي ديها معاك للاردن. اسمع مزيان، غنحط لك الرابط ديال طلب موعد من السفاره، ونحط لك رابط تحت منه باش تعمر واحد الاستماره. هذه الاستماره هذه اسمع مزيان، هذه الاستماره غادي تحتاجها سواء في السفاره سواء في الاردن. الا كنتي بغيتي تشد فيزا هنايا في الرباط غادي تحتاجها، كنتي بغيتي تشد فيزا عند الوصول في مطار عليا او مطار في المطار في الاردن غادي تحتاجها. شنو هما الوثائق اللي غادي تحتاج؟ غادي تحتاج باسبور يكون في العمر ديالو باقا فيه 6 شهور، ويكونوا فيه جوج صفحات فارغه، جوج تصاور، حجز ديال الفندق وحجز طائره ذهابا وايابا. هذا الشيء اللي غادي تحتاج الا كنتي غادي للمطار ديريكت، وهذا الشيء اللي غادي تحتاج الا كنتي غادي للسفاره. اختار انت فين بغيتي تشد هذه الفيزا هذه. غير هو الا كنتي غادي تشدها من السفاره غادي تحتاج واحد الموعد اللي غادي دائما نقولها لك. غادي نحط لك الرابط تحت الفيديو ديال الموعد، وغادي نحط لك رابط ديال الاستماره اللي غادي تحتاجها سواء في السفاره سواء في المطار. زائد واحد حاجه اخرى نسيتها اللي هي كلشي كشف الحساب البنكي، الفلوس اللي غادي تكفيك في المده اللي انت مسافر في الاردن. الا كنتي غادي للسفاره هذا الشيء، الا كنتي غادي ديريكت تسافر للاردن غادي تحتاج الورقه باش صرفتي الفلوس، ويكون هذوك الفلوس فلوس محترمه تكفيك المده اللي غادي تعيش بها السياحه في الاردن. باش نسهل عليكم الامور اكثر الاخوان، غنخلي لكم الفيسبوك ديال السفاره الاردنيه، ها هو، تواصلوا معهم وهضروا معهم غتسهل عليكم الامور اكثر. او نخلي لكم مثلا الرقم التليفون ديال السفاره، ها هو، تواصلوا معهم اكثر باش تستافدوا اكثر. وشكرا الاخوان، واللي ما حاولش نوصل ليه المعلومه يكتب لي في كومونتير شنو بغى وراه غادي نجاوبه. والسلام عليكم ورحمه الله.